السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم معنا في قصه جديده. المهم بلا ما نطول عليكم، اللي عجبته القصه ما ينساش يدير فولو ولايك باش نزيدو نكملو قدام. المهم مشينا. 1889 في واحد البلده صغيره في النمسا تزاد واحد الدري سميتو ادولف هتلر. من صغرو كان عنده احلام كبيره، كان باغي يكون فنان كبير، لكن ما قبلوش في مدرسه الفنون، وهادشي خلاه يشعر بالياس والحقد. من بعد هتلر مشى لألمانيا، وهناك تغيرت حياته 180 درجة. من بعد ما شارك في الحرب العالمية الأولى كجندي، رجع لبلادو وهو حامل في بالو أفكار خطيرة على العنصرية والسياسة. بدا كيخدم مع حزب صغير سميتو الحزب النازي، ومع الوقت ولات عنده شعبية كبيرة في ألمانيا، حيث كان كيقول للناس بلي هو يقدر يرجع ألمانيا قوية كيف ما كانت من قبل. 1933